ازيكم يا اصحابي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه هنقول لكم شويه حاجات جامده جدا في التحديث بتاع الكريسماس الجديد ده. بس حابب قبل ما نبدا الفيديو كله دلوقتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويتابع فيديوهاتي علشان ما يفوتكش العظمه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. طبعا كلنا عارفين ان فاكهه الكنترول نزلت بتحديث جامد جدا، وطبعا بقت مصنفه ان هي من اقوى الفاكهات اللي نزلت في لعب بلوكس فروت. وعشان كده انا عامل جيف اواي على فاكهه الكنترول. هدي فاكهه الكنترول لحد المتابعين عندي. طبعا يا جماعه شروط المسابقه دي ان انت تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي وتكتب لي في الكومنتات اسمك في لعبه روبلوكس في الكومنتات، عشان لو كسبت معايا اعرف اتواصل معاك وابعت لك الفاكهه دي. تمام. طبعا دي جيف اواي. في جيف اواي تانية انا عاملها. الجيف اواي دي هتكون على 500 روبوكس. عايز اقول لك على حاجه كمان يا جماعه، اللي بيتابعوني حوالي 600 مشترك، مش حاجه يعني. انت مش بتكلم واحد معاه 50 او 100 الف. ففرصه ان انت تكسب معايا في المسابقه دي هتكون كبيره جدا جدا جدا، عشان اللي انا هختار منهم يكسبوا في المسابقه هيكون عدد قليل. فليك فرصه كبيره جدا انت تكسب فاكهه الكنترول دي. وطبعا في الناس اللي بتسالني بتقول لي ان هي عايزه فاكهه تانية غير الكنترول، هي مثلا معاها فاكهه الكنترول عايزه فاكهه تانية غير الكنترول، فانا ممكن ادي لهم الفاكهه اللي هم عايزينهم. فما فيش اي مشاكل في ده. والجيف اواي التانية يا جماعه هتكون على 500 روبوكس. الجيف اواي دي برضو هعملها مع فاكهه الكنترول. فيلا بينا نبدا الفيديو يا جماعه عشان ما نطولش عليكم. واسف لو طولت في المقدمه. طبعا يا جماعه في الفيديو ده هخليك ازاي تجيب فواكه بعد التحديث ده بطريقه جامده جدا. واللي هي ان انت بتروح عند الراجل الجدع ده. تمام. قبل ما اقول لكم ازاي هتجيبوا الفاكهه، تعالوا نروح هنا كده. طبعا كلنا عارفين السكنات اللي نزلت للفواكه كلها. طبعا في سكنات بقت شكلها جامد جدا، وفي فواكه بقت اقوى بكتير، خصوصا فاكهه الكنترول. وبفكركم اشتركوا في القناه علشان ما يفوتكش فاكهه الكنترول. واكتب لي دلوقتي في الكومنتات آه، اسمك في لعبة روبلوكس عشان لو انت الكسبان معايا. طبعا عشان تجيب الفواكه دي يا جماعة، مثلا الفاكهة دي ممكن بنسبة انت تكسبها 33%، 25%، 20%، 15، 5، 1، 1. فازاي بقى تعمل الحاجات دي؟ ازاي تجيب؟ ازاي بقى تفتح فاكهة عشوائية في الحاجات دي؟ طبعا الفواكه العشوائية اللي انت هتفتحها هتكون ما بين الحاجات دي بس. فبتروح عند الراجل الجدع ده. تمام. وبتضغط على، سيبك من اول واحدة، خليك على وينتر. تمام. وليك كل ساعتين مرة. طبعا لازم يكون معاك 100 كاندي، ولو انت في العالم الثالث تقريبا هي لازم عشان تعمل حاجه زي كده لازم يكون معاك 450 كاندي او 500 كاندي، حاجه زي كده. تمام. وانا هقول لكم طبعا ازاي تجيبوا الكاندي ده بطريقه سهله جدا. نضغط على دي. فاحنا هنشتري دلوقتي قدامكم، يا رب يكون شكلكم حلو قدامي. تعالى نضغط على 100 كاندي. تعالى نشوف هيطلع لنا ايه. آه ريد. والله شغال. وعايز اقول لكم كمان ان انا ليا كمان لفه مجانيه. انا معايا الفاكهه دي ما كنتش محتاجها. يلا. فماشي يا جماعة، أنا خدت الفاكهة دي دلوقتي. المفروض إن أنا معايا منها أصلا ومش محتاجها في حاجة. أنا دلوقتي شغال على فاكهة اللايت وبحاول أطور فيها على قد ما أقدر. فبس أنا جاي الفاكهة دي. ماشي. كنت متوقع إن يجيلي حاجة أحسن من كده، بس ماشي شغال. طبعا يا جماعة هقول لكم بقى إزاي تجمعوا الكاندي. بس قبل ما أقول لكم إزاي تجمعوا الكاندي هقول لكم على تحديث مهم جدا في الكريسماس. تمام. التحديث ده اللي هو بينزل لك كل ساعة فاكهة مجانية. فتعالى نروح نشوف كده. ان انت بتروح عند الجزيرة دي. الجزيرة دي يا جماعة بينزل فيها تحديث كل ساعة بيجي لك فاكهة مجانية. تمام. فتعالى نروح هناك، بس نقول لكم على الطريقة ازاي، وبعد كده اقول لكم ازاي تجمعوا كاندي بأسهل طريقة. حرفيا هتجمعوا ال100 كاندي دي ممكن تجمعوها في 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. ومعاك طبعا كل ساعتين. حتى لو انت معاك ال100 كاندي لازم الموضوع ده تعمله كل ساعتين، يعني مش تعملها عمال على بطال كده. هو ده المكان يا جماعة. تمام. فظهر قدامي اهو من الوقت ان انا بقالي 24 دقيقة. وهينزل لي زي صندوق كده هدية. انا باخد الهدية وبعدين بفتح في الايتمز هنا وبفتح الهدية، يظهر لك تحت هنا بعد ما افتحها. تمام. بشوف هيظهر لي فاكهة ايه جوه الهدية دي. فبس يا جماعة هي دي الطريقة. تمام. فتعالى نروح اقول لكم ازاي تجمعوا كاندي باسهل الطرق. زي ما انتم شايفين يا جماعة التحديث الدنيا بتشتي وفي سحب فوق اهو. التحديث ده حرفيا جامد، من احسن التحديثات اللي نزلت اللي انا شايفها. فدلوقتي يا جماعه تعالى اقول لكم ازاي تجيبوا الكاندي باسهل الطرق. تمام. انتوا بتروح على اي بوت. تمام. اي بوت يا جماعه. مش شرط تكون انت تعمل مهمه. اي بوت عادي. بس عشان تسهل على نفسك الموضوع ان انت تكون اقوى من البوت ده، خليك تعالى تروح لبوت مثلا الليفل بتاعه يكون اقل منك من 50، 60، 70 ليفل مثلا ولا حاجه. تمام. بس لو زاد عن 100 مش هتاخد الكاندي دي. تمام. يعني مثلا انا رايح دلوقتي
أنا عارف إن البوت اللي هنا ده هيدّيني كاندي تمام، تعالَ نقتله. مش شرط طبعًا يدّيك كاندي، بس أنا عارف إن البوت ده بيبقى فيه كاندي تمام. أنا زي ما أنتم شايفين يا جماعة، أنا خدت كاندي أهو من البوت ده. وبرضه لو رُحت عند البوت ده، أنا عارف إن البوت ده هيدّيني كاندي. مش شرط زي ما باقول لكم إن هو يدّيك كاندي، بس هو البوت ده اللي أنا أعرفه إن هو بيدّي كاندي. معلش يا جماعة النت بس عندي مش أحسن حاجة تمام. فالبوت ده زي ما أنتم شايفين ما ادّانيش كاندي. البوت ده نفس الكلام، باروح عليه وأقتله. فأنا شايف إن هو ممكن يدّيني كاندي، ادّاني كاندي أهو يا جماعة زي ما أنتم شايفين. البوت ده أنا ما خدتش منّه كاندي قبل كده، فتعالَ نجرّب كده. ممكن آخد منّه كاندي عادي تمام. البوت ده برضه يا جماعة خدت منّه كاندي. ولو رُحت برضه عند المكان ده، المكان ده حرفيًا باخد منّه كل مرّة كاندي، لإن مش كل مرّة أنت بتاخد من البوت كاندي. يعني مثلًا هاجي أقتل ده مثلًا كده، أقتله أهو. خدت منه كاندي مع ان ده ليفل اعلى مني، بس انا بقول لك روح لاي حد ليفل او اي بوت يكون الليفل بتاعه اقل من الليفل بتاعك، علشان يسهل عليك الدنيا يعني. فالليفل ده، فالبوت ده انا بقتله اهو. ما خدتش من ده كاندي، وكنت برضو باخد من ده كاندي تمام. ما خدتش برضو من ده كاندي. بس يا جماعه احفظ البوت اللي ممكن يدي لك كاندي تمام. انا كنت باخد من ده كاندي، وكنت باخد من البوت ده كاندي. بس حرفيا ده كنت اكتر حاجه كان بيظهر لي فيه كاندي. فبس كده يا جماعة، هي دي الطريقة اللي انت ممكن تجمع بيها كاندي بأسهل الطرق. وبرضه يا جماعة هعمل فيديو تاني استعراض لفاكهة الكنترول. وجماعة حرفيا احنا قريبين جدا للألف مشترك، ولو وصلنا لألف مشترك في أقرب وقت هوزع ال500 روبوكس وفاكهة الكنترول دي. فتعال نجرب كده تاني، ناخد من ده كاندي. مفيش. تعال نجرب من ده تاني، ناخد منه كاندي. وطبعا مش بيديك كاندي كل مرة، ممكن مرة ومرة لأ. ده برضه ما خدتش منه عشان اخدت منه قبل كده. ده انا تعال نجرب كده. النت عندي ضعيف جدا معلش، عشان كده البوت مش بيموت بسهولة، او ممكن اكون بضرب في الهواء اصلا. فانا ما خدتش من ده كاندي. طبعا ده انا ما خدتش منه مرة، وده انا ما خدتش منه مرة، وده ما خدتش منه مرة. فانا رحت على ده المرة التانية ممكن اخد منه كاندي. اقول لك بس كده علشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. طبعا المرة التانية يا جماعة وانا خدت منه كاندي. تعال نروح على ده. الاغلب برضو هاخد من ده كاندي. خدت منه كاندي برضو يا جماعة. تعال نروح عند ده انا ما كنتش خدت منه برضو. انا بوريك بس اللي بيحصل ده علشان تبقى عارف ان انت ممكن مش كل مره هتاخد فيه كاندي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا مجمع لحد دلوقتي 45 كاندي تقريبا، او اقل بشويه، عشان انا كان معايا كاندي زياده. فالطريقه سهله جدا، مش تاخد منك وقت. زي ما اقول لك، انت اي 10 دقايق او ربع ساعه هتقدر تجمع ال 100 كاندي. ونصيحه مني، خليك في العالم التاني، علشان العالم التاني هو سعر اللفه دي فيها عند الوينتر ب 100 كاندي بس. انما في العالم التالت تقريبا هتكون ب 450 او 400 و80 حاجه زي كده، او 500، مش فاكر قوي يعني. دول شايفين انا خدت من ده كاندي ومن ده كاندي. تعال نجرب كده على ده، اشوف هاخد منه ولا ايه الدنيا. بس ايه، وضغط على حرف الفي عشان النت عندي ضعيف. خدت منه كاندي برضه، انتوا شايفين. هنروح هنا بقى 49 كاندي. فالطريقه سهله جدا ومش هتاخد منك وقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا جماعه. ما تنسوش دلوقتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ولو الفيديو يا جماعه وصل ل 500 لايك، بدل الفاكهة الكنترول الواحدة هديها فاكهتين مش فاكهة واحدة. لو انت وصلت لحد النقطة دي في الفيديو، اكتب لي بندو في الكومنتات. وبس كده يا جماعة، الفيديو خلص واشوفك على خير. ويلا يا جماعة، مع السلامة.